مساء الخير على صديقنا العزيز. في البداية حابب أقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير واليمن والبركات، وربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والصلاة وصالح الأعمال. يوم الجمعة 10 مارس سنة 1933 اتولد بطل حلقتنا النهاردة، الشيخ عبد الحميد كشك، في إحدى القرى التابعة لمحافظة البحيرة لأسرة بسيطة حالها متواضع، ووالده كان تاجر بسيط في قريته. الشيخ كشك تلقى تعليمه الابتدائي في المعهد الأزهري بالإسكندرية، وبعدها التحق بإحدى كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم وهو صغير، وأنعم الله عليه بحفظ القرآن الكريم قبل ما يبلغ العاشرة من عمره. وهو في سن 13 سنة أصيب برمد صديدي في عينه أدى لفقدان أحد عينيه، وفقد العين التانية وهو في سن ال17، لكنه لم يفقد بصيرته. الشيخ كشك ما تأثرش بفقدانه البصر، وكان دايما بيستشهد بقول الصحابي عبد الله بن عباس: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، مشيرا بإيمانه العظيم إلى أن الله سبحانه وتعالى أذهب بصره وأبدل هذا النور بنور القرآن الذي أضاء قلبه. وبعد ما أنهى تعليمه الابتدائي التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية ثم المدرسة الثانوية الأزهرية، وفي الصف الثاني الثانوي حصل على تقدير 100%، وكمان في الشهادة الثانوية الأزهرية كان ترتيبه الأول على الجمهورية رغم فقدانه البصر. وبعد كده التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وفضل كمان الأول على الكلية طول سنوات الدراسة. وكان أثناء الدراسة الجامعية يطلب منه أساتذته شرح المواد الدراسية في محاضرات عامة للطلاب، خاصة علوم النحو والصرف. ونتيجة تميزه الكبير اتعين الشيخ كشك معيد بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة سنة 1957، لكنه قام فقط بإعطاء محاضرة واحدة للطلاب، وقرر يستقيل من الجامعة ويتفرغ لهوايته وهي الخطابة من على المنابر. الشيخ كشك كان محب للمنابر اللي كان بيرتقيها منذ كان عمره 12 سنة بس، ورغم صغر سنه لكنه كان بيمتاز بالشجاعة والبلاغة، وده اللي أثار انتباه الناس وخلاهم يحبوه ويلتفوا حوله. وبعد تخرجه من كلية أصول الدين حصل على إجازة التدريس بدرجة امتياز، ومثل الأزهر في عيد المعلم سنة 1961، واتكرم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وبعد كده عمل إماما وخطيبا بمسجد الطحان بمنطقة الشرابية بالقاهرة، ثم انتقل إلى مسجد منوفي بالشرابية أيضا. وسنة 1962 تولى الإمامة والخطابة بمسجد عين الحياة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، واستمر يخطب فيه حوالي 20 سنة. يا ترى إيه هي قصة الشيخ عبد الحميد كشك وسر معاداة الأنظمة ليه؟ وإيه اللي يفرق شيوخ السيسي عن الشيخ كشك؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ حابب أقول لكم إننا هنكون أجازة حلقة يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله بمناسبة عيد الفطر، وهنكمل بعد كده الحلقات من يوم الجمعة. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. أول ما بدأ الشيخ كشك يخطب في المساجد الناس حست إنها قدام شخصية مختلفة تماما عن أي خطيب تاني، وده لأنه صوته كان قوي جدا، وطريقته في الكلام كانت تخلي أي حد يسمعه يركز معاه ويعيش مع كل كلمة بيقولها. كان عنده أسلوب بسيط وساخر في نفس الوقت، وكان بيقدر يوصل المعلومة بطريقة يفهمها الغني والفقير، المتعلم وغير المتعلم. ولما بدأ يخطب في مسجد عين الحياة خطبه كانت بتجذب أعداد ضخمة من الناس، لدرجة إن المسجد نفسه ما بقاش يكفيهم، وكانوا بيقعدوا في الشارع عشان يسمعوه. وده خلى اسمه ينتشر بسرعة، وبقى معروف بأنه خطيب الغلابة، لأنه حول المسجد لمؤسسة تساعد الناس الغلابة وتوفر لهم احتياجاتهم البسيطة زي دروس الثانوية العامة والمساعدات المادية. واحدة من الحاجات اللي خلت الشيخ كشك مختلف عن أي خطيب تاني في عصره هي جرأته في مواجهة الظلم. كان دايما بيتكلم عن قضايا الفساد، وكان بينتقد الحكام بقوة، سواء كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أو أنور السادات أو حسني مبارك. الشيخ كشك ما كانش بيخاف إن يقول رأيه فيهم بكل صراحة. ورغم تكريمه في عيد العلم سنة 61 من طرف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكنه لم يتردد في انتقاد سياسته أو يكون أحد شيوخ السلطان. وبسبب خطب الشيخ كشك في مقارنة الأديان والمقارنة بين الدين الإسلامي والمسيحي، بعض المسيحيين انزعجوا من خطبته العلنية في المسجد
وقدموا ضده بلاغ في المخابرات. الشيخ كشك حكى بنفسه عن الموقف ده وقال إنه تم اقتحام بيته في الفجر سنة 65 لأول مرة من المخابرات، ولقى نفسه بيتحقق معاه قصاد جلاد عبد الناصر اللي هو حمزة البسيوني، اللي اشتهر بتعذيب المعتقلين وعرف باسم جلاد المصريين. وبعد ما اتسأل كام سؤال من البسيوني قدر الشيخ كشك بذكائه إنه يهرب من الأسئلة ويقنع حمزة البسيوني إن دي شكاوى كيدية وإن ملوش انتماءات سياسية، عشان يقرر يرجع البيت في نفس اليوم. وده اللي أثار دهشة الضابط اللي اعتقله، واللي قال له أنت أول واحد يرجع البيت من ضمن 3000 واحد اعتقلتهم، أنت دعيت بإيه وأنت جاي؟ فقال الشيخ كنت بقول يا ودود يا ودود. ورغم انهم سابوه المره دي الا انهم كانوا مراقبينه باستمرار، وفضل في قائمه المراقبه الامنيه لحد ما جه وقت الحساب الحقيقي، بعد ما قام عبد الناصر باعتقالات في حق المعارضين السياسيين وكذلك اعدامه للداعيه سيد قطب. وقال الشيخ كشك انه تلقى تعليمات من المخابرات انه يطلع يكفر الاخوان المسلمين والشيخ سيد قطب، لكنه رفض الانصياع لاوامرهم، وده اللي خلاهم يعتقلوه المره دي لمده 2.5 سنين. ورغم اعتقاله فضل الشيخ كشك يخطب في السجناء وثابت على موقفه، وده اللي خلاه يتعرض لشتى أنواع التعذيب في سجون عبد الناصر، ويتنقل من سجن لسجن ويصنف كمتهم شديد الخطورة. عبد الناصر نال نصيب وافر من نقد كشك، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون، وكان يردد دائما أسماء المسؤولين عن السجون الحربية زي حمزة البسيوني اللي وصفه بالطاغية البسيوني، وقال إن البسيوني وقف في السجن الحربي ينادي بأعلى صوته ويقول لو نزل الله من السماء لحبسته انفراديا. وبعد انهيار نظام عبد الناصر الأمني بعد نكسة يونيو سنة 67 اضطروا إنه يخرج الشيخ كشك من المعتقل بسبب الضغط الشعبي وحب الناس ليه ومحاولته لتحسين صورته الذهنية. وبعد وفاة عبد الناصر وتولي السادات الحكم وسماحه للإسلاميين بالظهور في المساجد، رجع الشيخ كشك يخطب من جديد، وكان أكثر جرأة وتأثيرا في الناس، لكنه كان شايف إن لسه في ظلم في البلد، وكان من أكتر المشايخ اللي بيواجهوا النظام بكلام قوي جدا. وواصل الشيخ كشك انتقاد السلطة السياسية خاصة فيما يراه مضادا للدين والأخلاق، وما سابش حد بقى من فنانين ووزراء ومسؤولين، حتى السادات نفسه كان بيهاجم سياساته بكل جرأة. وبمناسبة الفنانين فالشيخ كشك علاقته بالفن كانت أكثر إثارة من علاقته بالسياسة، وجلبت عليه هجوم المثقفين والإعلاميين المصريين، لكنها كانت في الوقت نفسه من أهم أسباب شهرته بين المصريين. وخص كشك أم كلثوم بالعديد من التعليقات اللاذعة، ومن أشهر تعليقاته عليها لما غنت خدني في حنانك خدني، رد عليها وقال امرأة في 60 من عمرها تقول خدني في حنانك خدني، يا شيخة ربنا ياخدك. ومن طرائفه برضه في التعليق على أغاني عبد الحليم حافظ قوله إن عبد الحليم لديه معجزتان، الأولى إنه أمسك الهوى بإيده، والتانية إنه يتنفس تحت الماء، في إشارة إلى مقاطع من أغانيه مسك الهوى وإني أتنفس تحت الماء. وسخر كمان من أغنية فايز أحمد يما القمر على الباب لما قال شفتم عمركم القمر بيبقى عطشان؟ روسيا طلعت القمر، وأمريكا طلعت القمر، وإحنا القمر بتاعنا على الباب. وكمان سخر من الفنان عادل إمام لما قال دعونا الله أن يرزقنا بإمام عادل فرزقنا بعادل إمام. ونقل في إحدى خطبه عن واقعة بينه وبين الشاعر عبد الرحمن الأبنودي أثناء الاعتقال، بعد ما عرفه الأبنودي بنفسه بصفته مؤلف أغنية تحت الشجرة يا وهيبة، فسخر منه كشك بالقول إسرائيل بتستورد طائرات F-15 و16 وإحنا تحت الشجر يا وهيبة، يا أخي أوف منكم. وأصدر الشيخ كشك كتاب كلمتنا في الرد على أولاد حارتنا، هاجم فيه الأديب المصري نجيب محفوظ بعد حصوله على جائزة نوبل في الآداب عام 1988 عن روايته أولاد حارتنا، اللي اعتبرها كشك مع العديد من العلماء وقتها تمس المقدسات الإسلامية. وخاض معركة مع محمد عبد الوهاب بعد أغنية جئت لا أعلم من أين باعتبارها إلحاد، وقال هل من الإسلام أن يتساءل عبد الوهاب مندهشا أو معترضا جايين الدنيا ما نعرف ليه؟ ألا يعلم الجميع لماذا جئنا إلى الدنيا وإننا إلى الله ذاهبون؟ تفاعل الشيخ كشك مع الأحداث في عهد السادات وشعبيته الجارفة خلته يثير الجدل ما بين مؤيد ومعارض. مثلا المفكر الإسلامي محمد عمارة
قال عنه: كان الشيخ كشك من ألسنة الحق في مجتمع غابت عنه الكلمة الشجاعة، وكان ليه تأثير غير عادي في الجمهور. ولما اتسأل في حوار صحفي: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك لا تلتزم بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن أسلوبك في الخطاب يقوم على السب والقسم؟ رد الشيخ كشك شارحا منهجه وأسلوبه: لكل مقام مقال. هو ربنا عندما قال: كمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كان بيشتم؟ أو كمثل الحمار يحمل أسفارا، كان بيشتم؟ السادات كان شايف نفسه الرئيس المؤمن وعين نفسه حامي الإسلام، لكن الشيخ كشك كان بيكشف تناقضاته، ودايما كان بيسأل في خطبه: إزاي تقول إنك رئيس مؤمن وفي نفس الوقت بتسجن المشايخ وبتحارب الإسلاميين؟ إلا أن النقد ده تحول إلى هجوم حاد على السادات نفسه بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل سنة 1979 وزيارته للكنيسة الإسرائيل. وفي اعتقالات سبتمبر سنة 1981 الشهيرة، كان الشيخ عبد الحميد كشك من أبرز المعتقلين اللي تنوعوا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. لكن السادات قتل بعد شهر تقريبا في حادثة المنصة علشان يخرج الشيخ كشك من السجن، لكن المرة دي مرجعش على المنبر زي ما اتعودنا، لكنه رجع للبيت بعد ما تم منعه من الخطابة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى وفاته عام 1996، وتفرغ للتأليف حتى بلغت مؤلفاته 115 كتاب على مدى 12 سنة في الفترة ما بين 1982 وحتى سنة 1994، منها كتاب عن قصص الأنبياء وأخرى عن الفتاوى. وقد أتم تفسير القرآن الكريم تحت عنوان في رحاب القرآن، وكمان ليه حوالي 2000 شريط كاسيت هي جملة الخطب اللي ألقاها على منبر مسجد عين الحياة اللي اتشهر بعد كده بمسجد الشيخ كشك. وكان للشيخ كشك بعض من آرائه الإصلاحية للأزهر، كان بينادي بأن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخابات لا بالتعيين، وأن يعود الأزهر إلى ما كان عليه قبل قانون التطوير عام 1961، وأن تقتصر الدراسة فيه على الكليات الشرعية وهي أصول الدين واللغة العربية والدعوة. وكان الشيخ عبد الحميد شايف أن الوظيفة الرئيسية للأزهر هي تخريج دعاة وخطباء للمساجد اللي بيزيد عددها في مصر على 100,000 مسجد، ورفض أن يكون رسالة المسجد تعبدية بس، وكان بينادي بأن تكون المساجد منارات للإشعاع فكريا واجتماعيا. الشيخ كشك كان دايما بيحلم إنه يموت وهو ساجد، وكان بيقول: أتمنى أن ألقى الله وأنا ساجد، فإنها أكرم هيئة للقاء الله. وفعلا يوم الجمعة 6 ديسمبر 1996 وهو بيصلي قيام الليل سجد وما رفعش راسه تاني، مات وهو في السجود زي ما كان بيتمنى طول حياته حسب رواية أهله. موته كان مهيب جدا، وناس كتير شافت فيه علامات على حسن الخاتمة وشيعوا جنازته بالآلاف رغم إن الحكومة حاولت تمنع أي تجمع كبير. رحم الله الشيخ عبد الحميد كشك وتقبله في الصالحين. في النهاية اللي عايزين نقوله إن مصر دايما كانت محتاجة أصوات حرة، أصوات تقول الحق من غير خوف أو حسابات، وده بالظبط اللي كان بيمثله الشيخ عبد الحميد كشك. في زمن كان فيه الكلام الصريح جريمة، وقف الشيخ كشك على المنبر وقال الحقيقة، دافع عن المظلومين وانتقد الفساد، واتكلم عن العدل اللي المفروض يكون أساس أي حكم وما هموش التبعات. النهاردة بعد سنين من رحيله لسه مصر محتاجة حد زيه، حد ما يهموش المناصب ولا المصالح، حد يكون صوته صوت الناس الغلابة اللي مش لاقية تاكل، صوت اللي بيتظلموا ومش لاقيين حد يدافع عنهم. لكن للأسف مش هتلاقي الشخصيات دي حاليا غير في سجون السيسي. واللي بيظهر علينا دلوقتي المشاهد اللي بنشوفها مؤخرا في افتتاح مساجد الكومباوندات اللي فيها اختلاط وبوس وأحضان ودروس دين مختلطة بدون حتى مراعاة لحرمة المسجد أو للشهر الكريم. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.